يا ريت بصراحة ما نحاولش، استغفر الله العظيم، يعني ايه، نسلب او نغتصب دور الله ونحاول نحكم على العباد. اترك الخلق للخالق، اترك الخلق للخالق، وما تكونش في ثقة من نفسك انه كل من ليس بمسلم فهو كافر وبالتالي في جهنم خالدا. دعك من هذه الصبيانية في تصوير الله. الله ارحم بكثير بعباده، ولذلك بتلاقي العارفين بالله في اخر حياتهم، يعني بدك واحد اذكى من ابو حامد الغزالي وانت مش هتعرف من هو ابو حامد الغزالي الا ان قرأت له. وبقولكاش اقرأ التهافت والمقاصد، بقول لك اقرأ حتى كتبه في اصول الفقه عشان تعرف من هو ابو حامد، ايش هالعقل هذا. اقرأ المستصفى في اصول الفقه، اقسم بالله حتتعجب من اول 50 صفحة، قول يا الله ما هذا العقل. اي مسلمة هيك في العلم في الاصول كيف يوردك عليها إرادات وينقض ويبني ويهدم؟ يا أخي شو العقل هذا؟ المروءة، إيه العبقرية هذه؟ على فكرة أنت الحين في القرن 21 قد تغتر إن أنا إيه بعرف رياضيات عالية، أنا بعرف النسبية، بعرف فيزياء الكم، أنا أخذت دكتوراه كذا، تغتر شو وتقول مين أبو حامد هذا؟ فقط اقرأ لو عشان تعرف عقلك إلى جانب عقلي. عقل هائل محيط مرن جبار مبدع قادر على تفتيت كل شيء وعلى بنائه بطريقة مذهلة. لذلك مستشرقون أمريكان كبار ذكرت في محاضرتي عنه قالوا يعد أحد أعظم 5 عقول في التاريخ الإنساني، مش في تاريخ المسلمين، في التاريخ الدنيا، الصين والهند والدنيا كل. أبو حامد إشي رهيب. هذا الرجل من حسن حظنا ومن حسن حظ الإمام نفسه قدس الله سره في آخر حياته بفضل الله عاش الله تبارك وتعالى. ما ظلوش فقه وأصوله وعقيدة وعلم الكلام، لا، عاش التجربة الروحية الحقيقية وعبر عنها في كتبه وأعطانا إشارات، طبعا إشارات، وقال لك أنا من ليش نتكلم لأنه خلاص إذا اتسع المعنى ضاقت العبارة، تخذلك اللغة تماما. لكن قال عبارة عظيمة جدا جدا رحمة الله عليه، قال أنا انتهيت إلى أن معظم خلق الله، مش المسلمين، خلق الله داخلون في رحمة الله. في آخر حياته فهم هيك، وهذه إشارة عجيبة وغريبة لم تقف عندها الأمة تقريبا، ما شفتش واحد أشاد بها إلا أنا يمكن عبد الفقير، ولا إحنا ما سمعناش وهو ما قالش. مش حابين شو إيش قصدك أنت يعني؟ ايش قصدك؟ لا، هو يقصد بخلق الله يعني من الأمة من المسلمين. وهذا يؤكد الأحاديث. لا يا حبيبي، هو قصده خلق الله، خلق الله من كل الأديان والطوائف والملل والنحل، ممن عرف وممن لم يعرف. ليش فهم هيك؟ بعد التجربة العظيمة جدا، أوفى الغاية في فهم علوم الظاهر هذه، لكن كان له تجربة حقيقية مع الله.